السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة. كاين واحد العدو قريب لينا بزاف، ساكن وسطنا كيعرفنا مزيان، ومع ذلك كنخليوه يتحكم فينا بلا ما نحسو. هاد العدو ماشي شي واحد من برا، هاد العدو هو نفسنا. واليوم غادي نهضروا على التحكم في النفس، على ضبط الذات، على داك الشي اللي كيميز بين انسان متوازن وواحد اخر تابع هو. والانسان اللي متحكم في ذاته ماشي هو اللي ما كيغلطش، ولكن هو اللي منين كيطيح كيعرف يوقف، هو اللي كيعرف يقول لا وحتى وهو باغي يقول اه، هو اللي ماشي اي شعور كيسوقو، ماشي اي فكرة كيدير بها الثقة، هو اللي كيشك في راسو ولكن ما كيتخلاش على راسو. وحيت النفس كتغري، كتحاول تقنعك بالراحة باللذة او بالهروب، والمجتمع من ناحيته كيزيد يضغط: كون بحالهم، دير بحالهم. ولكن اللي كيتبع الجميع كيضيع في راسو. والتحكم في النفس راه حرب، ولكن ماشي حرب ضد الاخر، هي حرب داخلية فيها السلاح هو الوعي، والدرع هو الصبر، والخطة هي الفهم. هاد العالم كل واحد فينا عنده تحدياته الخاصة، وكل واحد فينا عنده معاركه الداخلية، وكاين بغينا ولا ما بغيناش الحياة كتفرض علينا نواجهوا هاد المعارك. هاد المعركة اللي كنهضروا عليها اليوم ماشي معركة مع الناس اللي معانا، وماشي معركة مع الظروف، ولكن معركة مع ريوسنا، مع غريزاتنا، مع رغباتنا، مع كل حاجة كتطلب منا نكونوا أقوى من نفوسنا. كيفاش نقدروا نتحكموا في هاد النفس؟ كيفاش نقدروا نكونوا أسياد ماشي عبيد ديال رغباتنا؟ أولا النية هي الأساس، بلا نية أي خطوة غادي تبقى ضايعة، والنية هي اللي كتعطي المعنى لكل حاجة وكتحدد الاتجاه ديالنا. والإنسان اللي متحكم في ذاته ماشي هو اللي ما كيغلطش، ولكن هو اللي منين كيغلط كيقدر يعترف بالخطأ ديالو وما يتهربش من الحقيقة. النية هي الرؤية البعيدة، وهي اللي كتخليك تكون أقوى حتى في لحظات الضعف ديالك. زيد عليها الانضباط اللي هو واحد من أعظم المفاتيح، ولكن الانضباط ماشي شي حاجة غريبة، وماشي شي حاجة كيجيك من برا، ولكن هو حاجة كتطلع من الداخل ديالك. الانضباط يعني أنك تبقى ثابت على الطريق حتى ولو تكون الظروف كتدفعك باش تخرج منه. الانضباط ما كيعنيش القسوة على راسك، ولكن كيعني التفهم والالتزام بشي حاجة أكبر من اللحظات العابرة. كل يوم هو فرصة جديدة للانضباط، وكل خطوة كتكون أقوى من السابق ديالها، وكل مقاومة كتزيدك قوة. المشاعر كتكون فينا بحال السيل، يمكن تهزنا وتجرفنا، والرغبات كتغري وتخدعنا باش نتبعوها. السؤال اللي كيطرح راسو هو كيفاش نتحكموا فيها. اول حاجه خاصنا نفهموا ان المشاعر ماشي هي اللي كتحكمنا، حنا اللي كنعطيوها القوه باش تاثر فينا. الرغبه في اللذه والهروب من الالم، في الراحه، هادشي طبيعي، ولكن الانسان اللي حكيم هو اللي كيوقف شويه قبل ما يرد الفعل، يشوف الاشياء من بعيد، كيتفكر في العواقب، وكيقرر بناء من الحكمه ديالو ماشي بناء على اللحظه. وما نساوش المغفره، ماشي غير الاخرين ولكن اولا راسك. كتعرف كل لحظه كنعرفوا اننا غادي نغلطوا، غادي نكونوا ضعاف، وغادي نفشلوا، ولكن المغفرة الحقيقية هي تعرف أنك غير بشر، وأن الأخطاء جزء من الطريق نحو النمو. المرونة مهمة في هذه المسألة، بمعنى أنك ما تحسش بالإحباط والاستسلام، تقبل الفشل كجزء من الرحلة ديالك. الإرادة ماشي أنك تكون دائما في القمة، ولكن الإرادة هي أنك تواصل حتى ولو كنت في القاع. ومن بين أكبر التحديات هو كيفاش نواجه السقوط. السقوط ماشي هو نهاية الطريق، شي مرات السقوط كيكون بداية جديدة، كيخلينا نرجعو نشوفو نفوسنا بعين مختلفة. وهاد اللحظة هي لحظة حكمة وفرصة جديدة. الناس اللي متحكمين في ذاتهم كيقدروا يستافدوا من لحظات السقوط هذه، وكيقدروا يقولوا هاد المرة غادي نوض أقوى. الحياة راه عامرة بالاختيارات، ولكن اللي كيميز الناس الناجحين هو أنهم كيعرفوا كيفاش يديروا الاختيارات اليومية.
الاختيار ديالك اليوم كيحدد المستقبل ديالك، وكيحدد الشخصية ديالك. والإنسان اللي متحكم في ذاته هو الشخص اللي كيبني العادات الجيدة وكيخليها جزء من حياته اليومية. العادة هي المحرك الأساسي، ومع الوقت كتولي جزء من الشخصية. إلا اختاريت العادة ديال الصبر، ديال التفكر، ديال الصحة، غادي تبني شخصية قوية. والتحكم في النفس ماشي حاجة كتجي بالليلة وضحاها، ولكن هي سيرورة مستمرة. كل لحظة هي فرصة جديدة، وكل قرار هو خطوة نحو نفسك الحقيقية. بين أعظم اللحظات التحكم في النفس هي لحظة الصمت. هاد اللحظة اللي كتسكت فيها كل الأصوات اللي في برا، وكتواجه الصوت اللي في داخلك. كتجلس بوحدك بلا موسيقى، بلا تليفون، بلا صداع، وكتسمع شكون انت فعلا. راه الصمت ماشي خواء، الصمت راه امتلاء. الصمت هو المراية اللي كتشوف فيها أعماقك، بلا أقنعة وبلا تصنع. وفي هاد اللحظة كتولد الحقيقة ديال شنو باغي، علاش عايش، واش فعلا كنعيش ولا غير كنجري. نفس الانسان مكونه من طبقات بحال الارض. كاين العقل وكاين الانا وكاين داكشي اللي تحت الرغبات، الهوى، الغرائز. سيغموند فرويد سماهم الهو، اللي هي الرغبه والغريزه واللذه. الانا هي انا اللي كنعرفو، والانا الاعلى هو الضمير، الاخلاق، الوعي العالي. التحكم في النفس يعني توازن ما بين هاد الثلاثه. ماشي نقتل الرغبه ولكن ما نخليهاش تسوقني، ماشي ننكر المتعه ولكن ما نكونش عبد ليها. نعيش، نتمتع، نحس، ولكن بوعي، بلا افراط وبلا تهور. حيت الضعف ماشي عيب، ولكن النكران هو العيب الحقيقي. والضعف كيجي من خوف، من جرح قديم، من نقص في حب الذات. ولكن واش ممكن نحولوه لقوه؟ طبيعة الحال الا عرفتي المصدر ديالو وواجهتيه بلا خجل، غتكون واجهتيه وقدرتي عليه. والضعف هو الضوء الاحمر اللي كيقول لك شوف هنا، راه خاصك تعالج هاد البلاصه. والناس اللي قويين ماشي هما اللي ما كيبانوش ضعاف، ولكن اللي كيعرفوا يخدموا على ضعفهم ويديروه مدخل الفهم اعمق للروح ديالهم. التحكم في النفس كيؤدي للحكمه، والحكمه ماشي معرفه بزاف ولكن فهم عميق. واللي حكيم هو اللي منين كيغضب كيسكت، ومنين كيتألم كيتأمل، ومنين كيبغي شي حاجه كيتساءل علاش، شحال، وفين غادي بيا هادشي. الحكمه هي انك تفهم بان الحياه كتمر، وان كل لحظه كتحكم فيها في راسك راه كتقربك من ذاتك الحقيقيه، والانسان اللي خاصك تكون. ايوا دابا خوي عينيك، خذ نفس عميق، صور راسك شكون انا، شنو باغي، واش كنعيش ولا غير كنبرد على راسي، واش انا اللي مسوق حياتي ولا شي حاجه الاخرى كتسوقني. الجواب ماشي ضروري يجي دابا، ولكن بدا بالسؤال. راه اول مفتاح للتحكم في النفس هو تطرح السؤال الصحيح. دابا السؤال اللي مهم، واش فعلا نقدر نتحكم في راسي، وانا مازال ما عرفتش شكون انا. كيفاش نضبط الصوت الداخلي وانا ما عرفتوش؟ التحكم في النفس كيطلب اولا انك توقف قدام المرايه الوجوديه وتسول انا شكون. واش انا الافكار ديالي، واش انا الماضي ديالي، واش انا الصوره اللي الناس كيشوفوني بها. راه ميمكنش تضبط شي حاجه الا كنتي غالط في هويتها. التحكم في النفس هو نتيجه طبيعيه للمعرفه الصادقه بالنفس. والمعرفه الحقيقيه كتبدا من لحظه السكوت، من لحظه الوحده، ومن لحظه الصفاء. والتحكم في راسك ماشي شي حاجه كتجي مره في العمر، راه كتوقع في كل لحظه. كل لحظه كتعيشها كتكون فيها جوج ديال الطرق: طريق ديال رد الفعل، وطريق الاختيار الواعي. مثلا شخص قلبك بكلمه، واش غادي ترد بلا وعي، ولا تحبس وتقول شنو نربح من الرد؟ حسيتي بالرغم ما دير شي حاجه كتأذي، واش غادي تتبعها ولا توقف وتقول علاش وشحال واش تستاهل؟ التحكم في النفس ماشي انك ما تحسش، ولكن انك تحس وتختار ماشي تندافع. وانا بالضبط كتظهر الحريه الحقيقيه. الناس كتخاف من العزله،
ولكن اللي متحكم في راسو كيعرف قيمتها. في العزلة كتغبر الأصوات الزائفة، كتبقى غير انت وذاتك. وهنا كتولد اللحظة اللي كتسمع فيها الهمس الحقيقي، فين غادي، شنو باغي، شنو كيتحكم فيك بلا ما تحس. راه العزلة ماشي هروب، ولكن رجوع لينبوع. وما يمكنش تبني تحكم داخلي وانت غارق دايما في الساحة وسط الصداع. واللي بغى يسمع النفس خاصو يسكت العالم من حوله. واش عمرك سولتي علاش الصبر من اعظم الفضائل؟ حيت الصبر هو اللي كيربط بين اللحظة والحكمة، هو الحبل اللي كيجبدك باش ما تغرقش في الغضب ولا الطمع ولا اليأس. واللي متحكم في راسو ماشي اللي ما كيحسش، ولكن اللي كيعرف كيفاش يصبر على الإحساس، يصبر على الوجع، يصبر على الرغبة، يصبر على التأجيل باش يربح الحاجة اللي تستاهل. الصبر هو الفن ديال التحكم في النفس، الفن ديال تقول لا تجي ناعم اللي كتستاهل الانتظار. تخيل معايا ان الذات ديالك بحال واحد الارض، ماشي اي واحد يدخل ليها وماشي اي حاجه تنبت فيها. راه ارض خاصها تنقى، تسقى وتحمى. كل فكره كتعطيها القيمه كتحرت بها ارضك، وكل احساس كتخليه يترسخ كيزرع في داخلك ورده او شوكه. وباش تحكم في راسك خاصك تعترف ان ذاتك ارض مقدسه، والمقدس ما كيتخليه لا سم لا وسخ ولا استهتار. انسان كيتشد ما بين جوج عوالم، عالم تحتاني كيناديه كول، نعس، تمتع، غضب، دافع وخاف. وعالم فوقاني كيناديه صبر، تفكر، سامح، ترقى. واش هاد الصراع كيوقف؟ لا، ولكن تقدر تخلق التوازن. تعيش الرغبة ولكن بلا ما تبيع روحك، تغضب ولكن بلا ما تظلم، تحس بالأنانية ولكن بلا ما تنسى الآخر. هذا هو الإنسان اللي يتحكم في راسو. ما قتلش الرغبة ولكن روضها، ما كتمش المشاعر ديالو ولكن فهمو واحتوى فيه. واحد الحقيقة مرة ولكن عميقة، الألم أعظم معلم في التحكم بالنفس. إلا قبلتي تجلس مع الألم ديالك وتسمعه، غادي تكتشف بزاف على ذاتك. الألم كيقول لك راك غلط هنا، كيهمس ليك راك تابع شي وهم، ولا بغيتي تهرب منه راه غادي يبقى تابعك حتى تواجهه. تحكم في النفس هو القدرة على الجلوس مع الألم بلا غوات بلا لوم، ولكن بتساؤل: شنو كتعلمني هاد اللحظة؟ شنو خاصني نبدل؟ ومنين تولي كتشوف في الألم فرصة، راه ما بقات حتى شي حاجة تقدر تهزمك. وفي واحد المرحلة إلا مشيتي بعيد في هاد الرحلة كتولي النفس ديالك شفافة، ما كتخبيش على راسك وما كتغطيش على الضعف ديالك. كتعرف كل صوت داخلي شنو باغي يقول، وكتولي كتشوف الحقيقة ديالك بوضوح، فين قوي وفين ضعيف وفين كتجري بلا وعي. وهاد الشفافية هي اللي كتخليك تبدا تعيش حياة نقية، ماشي مثالية ولكن صادقة. راك ما جيتيش لهاد الدنيا باش ترضي جميع الناس ولا باش تجمع اكبر عدد ديال الذات. راه جيتي باش تعرف على نفسك، باش تولي انسان قادر يعيش بسلام وسط الفوضى، قادر يقول انا اللي كنقرر شنو ندخل لقلبي وشنو نخرج من فمي وشنو نخلي في راسي. وكل ما تقربتي من نفسك كل ما نقص الصوت ديال الفوضى وطلع صوت الحكمة. وفي النهاية التحكم في النفس راه ماشي نهاية الطريق، لكن هو البداية ديال الطريق الحقيقي، طريق نحو التحرر الداخلي. تحكم في راسك ماشي وصفة وماشي لحظة واحدة وتكمل، ولكن فن ورحلة طويلة. وكل نهار هو بداية جديدة. راه غادي تعيا وغادي تغلط وغادي تطيح، ولكن كل مرة توقف كتكبر فيك شعلة الوعي. كل شعلة كتضوي طريق جديد، طريق فيه السلام وفيه المعنى وفيه انت الحقيقي. ويا الله، السلام عليكم.